كل نهار كل 24 ساعه المغاربه تيخلصوا الملك محمد السادس مليار سنتيم. لانجيرونس في المغرب اللي كتولي تجي دوله ما عرفت منين تجي تولي تتحكم في القرارات السياديه اللي عندنا حنا داخل المغرب. كتشوفوا بان الملك محمد السادس هو اكبر خائن، ما فيهش حس الوطنيه. الملك محمد السادس كيتقام علينا حنا المغاربه بكثر من 250 مليون اورو في العام. السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. للاسف إخواني أخواتي المغربيات، المغرب يغرق، نحن نغرق في واحد المشاكل اللي غادي ندفعوا الثمن ديالها غاليا وغاليا في القريب العاجل. قريت واحد الخبر هذا الأسبوع واللي جرني على أنني ندير واحد البحث صغير، ولقيت كيفاش النظام المغربي الذي يترأسه الملك محمد السادس كيفاش كيشفر فينا عين بين قدام أعيننا تلاه الشعب المغربي بقضايا تافهة، ولكن ملي غادي يوصل الوقت غادي ندفعوا الثمن غاليا. الخبر اللي قريته هذا الأسبوع اللي جرني لهذا البحث المعمق هو على أن ألمانيا هذا الأسبوع وقعت مع المغرب عبر فوزي القجع. فوزي القجع اللي هو فقط خدام عند الملك محمد السادس، لا يخدم مصالح المغرب، لذا أنا ما كنبغيش نتكلم لا على القجع لا على الحموشي، لا، هما فقط موظفين على النظام المغربي. الخبر هو على أن المغرب سنا مع ألمانيا باش هاد الأخيرة تعطي قرض للمغرب على حسابنا حنا المغاربة، تعطي قرض ديال 100 مليون أورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز. قبل ما نتكلم في هذا الموضوع مشيت درت واحد البحث صغير، لقيت بلي هاد صندوق الحوز من أجل جمع تبرعات من أجل إعادة إعمار هاد المناطق، لقيت هاد الصندوق اللي كان دارو الملك محمد السادس في حساب بنكي تابع الشركه ديالو للملك محمد السادس. لقيت بلي هذا الصندوق جمع اكثر من 12 مليار درهم مغربي من اجل اعاده اعمار هذه المناطق ولا من اجل مساعده هذه الاسر المتضرره. شحال عندنا ديال الاسر المتضرره؟ عندنا اكثر من 57 الف أسرة متضررة. غير اللي جينا فقط لهذا الصندوق ديال التبرعات اللي جمعوا الملك محمد السادس، إلا جينا نفرقوا ولا نقسموها 12 مليار درهم مغربي على 57 ألف أسرة متضررة، غادي يجي على الأقل 21 مليون سنتيم لكل أسرة، فقط من هذا صندوق التبرعات اللي دارها الملك محمد السادس من اجل يعاون هاد الناس ولا هاد الاسر المتضرره. ناهيك على المساعدات الاخرى اللي جات من الخارج اللي كاينه ديال البنك الاوروبي باغ اكزومبل، عطى مليار اورو من اجل مساعده هاد الاشخاص. الوغ 21